بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم الأستاذ سيد أحمد سيد عبد الله، معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة بني محمد شعراوي الإعدادية، إدارة أبو قرقاص التعليمية. أبناء طلاب الصف الثاني الإعدادي، مرحبا بكم في درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية. موضوع درسنا النهاردة عن وطننا العربي، الموقع والمساحة. في هذا الدرس نتعرف على موقع الوطن العربي، حدود الوطن العربي، مساحة ودول الوطن العربي، أهمية موقع الوطن العربي. وطننا مصر ينتمي إلى وطن أكبر، هو الوطن العربي الذي يضم الدول العربية التي قامت على أرضها حضارات عريقة، وكانت مهبطا للديانات السماوية، ويجمعها مكان واحد، لغة واحدة، تاريخ مشترك. أولا، موقع الوطن العربي. الموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبة لليابس والماء. يقع الوطن العربي وسط قارات العالم القديم، آسيا وأفريقيا وأوروبا. تمتد أراضيه في قارتين هما آسيا وأفريقيا، ويطل على محيطين هما المحيط الأطلنطي والمحيط الهندي، 3 بحار، البحر المتوسط والبحر الأحمر والبحر العربي، 3 خليجان، الخليج العربي وخليج عمان وخليج عدن. تمتلك كل الدول العربية سواحل تطل على البحار أو المحيطات أو الاثنين معا. الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. يمتد الوطن العربي بين خطي طول 60 شرقا إلى 17 غربا، وبين دائرتي عرض 2 جنوبا إلى 37 درجة 30 شرطة شمالا. يمر في الوطن العربي دائرة الاستواء ومدار السرطان. خلي بالك، تقع دولة جزر القمر في المحيط الهندي جنوب دائرة الاستواء، عند تقاطع دائرة عرض 12 جنوبا مع خط طول 44 شرقا. ثانيا، حدود الوطن العربي. يحد الوطن العربي من الشمال البحر المتوسط وجبال طوروس، من الجنوب المحيط الهندي، دول وسط أفريقيا، من الشرق الخليج العربي، خليج عمان والبحر العربي، من الغرب المحيط الأطلنطي، من الشمال الشرقي جبال كردستان وجبال زاجرس. ما نتائج امتداد حدود الوطن العربي مع ظواهر طبيعية؟ ساعد ذلك على احتفاظه بشخصيته العربية المميزة بين الأمم واتصاله بالعالم الخارجي. ثالثا، مساحة ودول الوطن العربي. تبلغ مساحة الوطن العربي 13 مليون كيلومتر مربع. دول الوطن العربي يبلغ عددها 22 دولة. طبعا دول الجناح الأفريقي عددها 10 دول، وهي مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، السودان، الصومال، جيبوتي، جزر القمر. دول الجناح الآسيوي عددها 12 دولة، وهي المملكة العربية السعودية،
اليمن، سلطنة عمان، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، العراق، سوريا، الأردن، فلسطين، لبنان. رابعا، أهمية موقع الوطن العربي. الأهمية الحضارية. اكتسب الوطن العربي أهمية حضارية بسبب قيام الحضارات القديمة على أرضه، مثل الحضارة المصرية القديمة، حضارات بلاد اليمن، حضارات بلاد الشام، حضارة بلاد العراق القديم. الأهمية الدينية. اكتسب الوطن العربي قيمة روحية عظيمة في نفوس سكان العالم، لأنه مهد الديانات السماوية اليهودية والمسيحية والإسلامية، ومنه انتشرت للعالم كله. توجد به أماكن مقدسة يقصدها الناس للزيارة، ومنها الكعبة المشرفة بالسعودية، المسجد الأقصى وقبة الصخرة بفلسطين، كنيسة المهد بفلسطين. الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية. ما المقصود بالأهمية الاستراتيجية؟ الأهمية الاستراتيجية هي الأهمية وقت الحروب والأزمات والسلم. اكتسب الوطن العربي أهمية اقتصادية واستراتيجية بسبب تنوع موارده الاقتصادية. طب ليه الموارد الاقتصادية في الوطن العربي متنوعة؟ بسبب تنوع الأقاليم المناخية والحياة النباتية والتكوينات الجيولوجية. السبب الثاني اللي أكسب الوطن العربي أهمية اقتصادية واستراتيجية وهو وجود البترول والغاز الطبيعي على أرضه. السبب الثالث تحكمه في طرق التجارة العالمية خلال العصور التاريخية المختلفة، وذلك بسبب موقعه المتوسط بين قارات العالم، إشرافه على 3 أذرع مائية مهمة وهي البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي، تحكمه في 4 ممرات مائية زادت من أهميته الاقتصادية والاستراتيجية، وهي مضيق هرمز، مضيق باب المندب، مضيق جبل طارق، قناة السويس. هنتعرف يا أولاد مع بعض على ال4 ممرات مائية بشيء من التفصيل. مضيق هرمز يصل بين الخليج العربي وخليج عمان، وبالتالي المحيط الهندي، تشرف عليه عمان وإيران. مضيق باب المندب يصل بين البحر الأحمر وخليج عدن، وبالتالي المحيط الهندي، تشرف عليه جيبوتي واليمن. قناة السويس تصل بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، تتحكم فيها مصر. مضيق جبل طارق يصل بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي، تشرف عليه المغرب وإسبانيا. ولكن ما النتائج المترتبة على أهمية موقع الوطن العربي الاستراتيجية؟ ترتب على ذلك تعرض الوطن العربي للاستعمار الأوروبي الذي عمل على نهب خيرات الوطن العربي، تقسيم الوطن العربي إلى دول مختلفة في المساحة وعدد السكان يفصل بينها حدود سياسية مصطنعة، ظهور بعض المشكلات السياسية، منها مشكلة فلسطين، مشكلة المدن المغربية، مشكلة بعض الجزر الإماراتية، مشكلة جنوب السودان، مشكلة دارفور. حصلت الدول العربية على استقلالها ما عدا فلسطين وبعض المدن المغربية وبعض الجزر الإماراتية. وبكده يا أولاد يكون انتهينا من درس النهاردة.
انتظرونا في درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي. مع حضراتكم الأستاذ سيد أحمد سيد عبد الله، معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة بني محمد شعراوي الإعدادية، إدارة أبو قرقاص التعليمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.